قاعدة كده لا بيا ولا عليا، لقيت طماطم رمضان داخلة عليا يا عينيا. ايه يا عم احمد يا بتاع الحمد، عايز مننا ايه تاني؟ انزلي هاتيلي طشت دلوقتي وانزلي لي تحت. يا عم قول كلام غير ده، قول وغير غير كلامك. قال لي لا، هاتي ما اوريك الطماطم بتاعتنا واللي الحمد بيجيبها، وكمان كل الخضروات وكل حاجة موجودة عند الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا يا ولاد، طماطم رمضان وخير رمضان، كمان عنده البطاطس والبسلة والفاصوليا وكله كله كله كله. يلا بينا نشوف عملنا ايه. وقبل ما تعملي اي حاجة يا حبيبة قلبي، وقبل ما ندخل الفيديو، يلا بينا احنا بنتابع أمنية غزال. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف فراخ رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة كده من قلبك يا قلب اختك، ونشوف فراخ رمضان. وده اتمني لي الخير، ربنا يردهولك اضعاف مضاعفة، اللهم امين يا رب العالمين. ويا ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. عايزه اقول لكم بقى انها اللي انا فيه ده، او التعب او المجهود او الحاجه اللي انا وصلت لها دي، مش جايه بالورث، دي جايه بخلع الضرس، شغل وكلام تكاتك يا عينيا. زي ما بقول لكم كده، يلا بينا يا قلب اختك، اللايك والشير وسبسكرايب، ونشوف فراخ رمضان والخلطه اللي خلطناها لهم النهارده. هنعمل ايه النهارده؟ اول يوم ليهم وانا بشتري بالكيلو، وعلى قد الحفك مد رجليك زي ما بيقولوا. انا بشتري بالكيلو، والنهارده اليوم العشرين ليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دخلت لهم، خدت 4 5 ترغيفه كده، يكونوا ناشفين من اللي انا منشفاهم، اللي انا قلت لكم عليهم قبل كده. لو انتم متابعيني بقى في الفيديوهات اللي فاتت، هتشوفوا معايا خلطه التوفير اللي هنعملها للفراخ الساسو والابيض، فراخ التسمين يا ولاد، وكمان فراخ البيض. فراخ رمضان اللي انتي واي بيت مصري ما يقدرش يستغنى عن اي بيت. اللهم بارك، انا بكون مجوعاهم، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بكون مجوعاهم زي ما احنا شايفين كده، وبستخدم الخلطات والوصفات الطبيعية علشان لا ادخل حاجه مهرمنه ولا اي حاجه من الحاجات دي على ولادي. اللهم بارك. انا كده خدت السقايه وقمت علشان اغسلها واظبط الدنيا كده، والروتين ده كان روتين ليلي ومن بالليل للصبح. ركزوا معايا، الروتين ده انا كملته معاكم للصبح. خلصنا فيه شغل بيتنا، وخلصنا ونشرنا وعملنا للفراخ ونضفنا تحتيهم وظبطنا كل حاجه. وانا هنا قعدت استنى شويه الميه، ودخلت وخلصت، ودخلت البنوت تاني علشان اشوف ايه الفراخ هنعمل لها ايه. زي ما قلت لك كده، نزلت على الكبة بتاعتي وقمت جاية طحنة، لان هم لسه صغيرين. طحنت 5 ترغفة ناشفين، خليتهم قد الحباية بتاعة العلف. تمام. وقمت جايبة نص كيلو من الدشيشة الناعمة، نص كيلو من الدشيشة الناعمة على 2 كيلو على 5 ترغفة. وأحسن خلطة للفراخ خلطة التوفير. العلف غالي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاجة غالية، فبنوفر وبندبر على قد ما بنقدر يا جماعة. اللي بيقرفوا واللي بيقولوا لي احنا بنقرف منك ومش عارف ايه والحاجات دي، كمني بنضف تحت فراخي، يا ريت ما يكملش معانا الفيديو ويتفضل يطلع بره. اللي بيخاف يطلع بره، زي ما بقول لكم كده. انا هنا يا قلب اختك حطيت على المية بتاعتي خل، المية بتاعتي بحط عليها خل. طيب السقاية اللي في ايدك دي، لو السقاية لتر هنحط عليها 5 سنتي من الخل. لو ال2 لتر ضعفي بقى المقادير بتاعتك يا قلب اخت. خل طعام عادي، الخل بيعمل ايه؟ بينظف الامعاء بتاعتهم واي بكتيريا ضارة. الخل مفيد جدا ليهم وبينشطهم، يعني الخل كله فوايد. طيب العلف، الخلطة اللي انا حطيتها دي حطيت عليها نص معلقة من معالق الشاي كمون. الكمون اللي هو بتاع الطعام، بس كمون بدون ملح. الكمون بيدي ريحة حلوة قوي للأكل، وبيخلي الفرخ يسحب أكل كتير، وبالتالي يرمي وزن معاكي، ويجي في منطقة في فترة بتاعة التحويل يحول معاكي كتير ويرمي معاكي لحم، لا تلاقي اللحم بتاعه مسكر. قبل كده كمان كنا عاملين مع بعض الخلطة بتاعة الحلبة، ما ننساش الخلطة بتاعة الحلبة، ودي برضو بسيبهم عطشانين، بعطشهم حوالي ساعة، وبعد كده بنزل لهم بمغلي الحلبة. مغلي الحلبة ده أنا بكون غلياه من بالليل للصبح، أسيبه لما يبرد، وبعد كده أصفيه. طبعا مش بنزله بالتفل بتاعه أو بالحب بتاع الحلبة، ما بحطوش، أوقات بخلطه في العلف. تمام. الخلطات دي ببتديها من عمر 20 يوم.
يوم. طب هما اليوم النهارده بالظبط اللي انا بكلمكم فيه ده عمر ال 22. عمر ال 22 زي ما انتم شايفين اهوت. انا بوريكم في حاجات اتقطعت من الفيديو، انا بعتذر ليكم. اولادي اللهم بارك كانوا شاغليني، ففي حاجات كتير كنت فاكره ان الكاميرا بتصور، ولكن الكاميرا ما كانتش بتصور ولا حاجه. كيلو الفراخ هيوصل ل 120 جنيه، انتوا متخيلين؟ فالحقي نفسك، الحقي نفسك على قد ما تقدري. وحتى لو مش هتلحقي رمضان، هتلحقي نص رمضان، هتلحقي اخر رمضان، هاتي لبيتك حاجه نظيفه، هاتي لبيتك حاجه مش متهرمنه، مش واخده حقن، ما انتيش عالمه ايه اللي بيحصل في الفرخه دي، ولا العلف والمرعى بتاع الفرخه اللي اتربى عليه، واللحم اللي انت بتاكليه دوت غذاه كان ايه. اللحمة المسكرة، وست البيت المصرية الأصيلة أو ست البيت عامة العربية اللي بتربي هتعرف كلام. زي ما قلت لكم يا قلب اختك انت وهي، هنا كنت نازله للحمد، وبسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له، ربنا يبارك له يا رب ويسعده، اللهم امين يا رب العالمين. الراجل ده راجل مجتهد جدا يا جماعه، واي حد مجتهد انا احطه فوق دماغي. الراجل ما شاء الله عليه، الله اكبر، 24 ساعه تلاقيه، خضروات تلاقيه، طلبات للسوق تلاقيه، اي حاجه هو ديليفري، وبسم الله ما شاء الله شغال على نفسه، ربنا يبارك له ويديله الصحه، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نكمل الروتين بتاعنا يا جماعه. وهو لو وراكي بقى حبة كده غسيل، حبة نشير، حبة اي حاجة، قومي خلصي وتنشطي معانا كده، انما مش عايزين اي كسل. وهكمل معاكم الفيديو زي ما قلت لكم من بالليل لما كنا عند الفراخ واستلمنا الطماطم وفرزنا الطماطم وسبكناها وخلصنا. قبل ما انام بقى كده انا كنت مطبقه وقلت لازم اخلص اللي ورايا، عندي حبه غسيل عايزين يتنشروا، يلا بينا نكمل الغسيل بتاعنا ونخلص اللي ورانا. خلي ايه الحبال والشمس والهوا يحملوا هم الهدوم، ما تحمليش هم الهدوم بقى بتاعتك تكمكم وترجعي تاني تغسليها وهكذا. وبعدين الام اللي بيبقى عندها اطفال بيبقى غسيلها ونشرها كتير، ربنا يدينا الصحه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يا قلب اختك انت وهي، لو لسه معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير ودعوه حلوه من قلبك. وكمان شجعيني بطاقه ايجابيه. ومش مشكلة لو هتقولي رأيك في الفيديو بالإيجاب أو بالسلب، المهم الأسلوب، بالله عليكم الأسلوب، يعني نراعي بعض في أسلوبنا، والكلمة الطيبة صدقة زي ما بنقول. لو لسه وراكي بقى حبة أي حاجة كده، ولو لسه ما فرزتيش تفريزات رمضان قومي فرزي، احنا لسه قدامنا الوقت. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب أكون قدرت إن أنا أفيدك بأي حاجة، يا رب اكون اديتك طاقه ايجابيه وقدرتي معانا ان انت تتنشطي كده. ولو اي حد بيقول لك طاقه سلبيه او كلمه سلبيه، حطيها تحت رجلك، ما تركزيش مع اي حد، تخليكي في حياتك وخليكي في بيتك، اشغلي نفسك بنفسك، اشغلي نفسك بحياتك. الناس ما وراهاش غير انهم يحبطوا اللي قدامهم. لو في ناس مريضة، اللهم احفظنا، في ناس مريضة ما بيرحموش نفسهم ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل. فيا رب أكون قدرت إن أنا أوفر لك طاقة إيجابية كده في الفيديو، وإن أنا أكون ساعدتك، وإن أنت تكوني اتقمتي واتنشطتي معايا، والفيديو يكون خفيف على قلوبكم. وما تنسونيش يا قلب اختك باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني في لايف النهارده الساعه 9، هنعمل مع بعض حركات جديده ووصفات جديده وكل حاجه جديد في جديد، وكمان هنوفر وندبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.